ودوني سيارتي، ركبوني بروح للبيت. نمشي. في اجراء لازم اتخذه العام. ان شاء الله. لا حول غدروا فينا، غدروا فينا يا علي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. 5 ملايين ريال في حقيبة بحوزة أمين لخزانة أحد البنوك. يتعرض أمين الخزانة لحادث سطو من عصابة، وتستولي العصابة على المبلغ بالكامل، ويأتي المبلغ هنا ليقدم بلاغه في مركز الشرطة. السؤال المتبادر إلى الذهن: ما الذي قاله المعتدى عليه في مركز الشرطة؟ وما الحقيقة الغائبة وراء وجود مثل هذا المبلغ الكبير بحوزته في مكان غير مأمون؟ أسرار تكشف عنها أحداث هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. تفضل استريح. طال عمرك، مصيبة مصيبة حضرة الضابط، مصيبة، الحقني. خير ان شاء الله. وش اللي صاير؟ في البداية أعرفك على نفسي طال عمرك. أنا أحمد، وأعمل أمين خزنة في البنك، وكنت طالع في مهمة لأحد العملاء أسلم مبلغ 5 مليون ريال سعودي. 5 مليون؟ إي نعم طال عمرك، 5 مليون ريال سعودي. كمل. وأنا واقف في الإشارة طال عمرك، ما أدري كيف صارت في لمحة بصر، في لمحة بصر 3 شبان طال عمرك متلثمين جو عليه وعلى سيارتي، وفتحوا الباب ورشوا علي بخاخ أحمر. حتى طال عمرك هذا هو البخاخ باقي على شماغي، بإمكانكم تحللونه وتشوفون طال عمرك. مجرد البخاخ جاء على وجهي طال عمرك، دخت وفقدت الوعي في لحظة طال عمرك. يوم صحيت فجأة إلا الشنطة ما بعندي طال عمرك، أخذوها وهجوا راحوا. طيب يا أستاذ أحمد، تتذكر وين مكان الإشارة بالضبط؟ المكان طال عمرك طبعا اتذكره، طبعا المكان اتذكره طال عمرك، إشارة جنوب الخط السريع. طيب ما تتذكر أي معلومات عن الأشخاص؟ طال عمرك اللي أنا أقدر أتذكر يعني العملية كلها في لمح البصر طال عمرك، إنهم 3 شباب متلثمين ولابسين لبس سبورت رياضي، وكأنه واحد منهم طويل كذا أسمر طال عمرك، بس هذا اللي أنا أقدر أتذكره. طيب يا أستاذ أحمد، إحنا الآن بناخذ منك جميع المعلومات اللي تخص الأشخاص. نبغى نرفع تعميم عاجل عن الأشخاص وعن الفلوس والشنطة. بعد كذا نبغى نروح أنا وياك لنفس الموقع. نطلع طال عمرك، نطلع، بس تكفى الله يرضى عليك بسرعة، ودنا نتداركهم طال عمرك لا يهربون ولا شيء. يا أستاذ أحمد، أنت قلت لي إن المبلغ كان في شنطة. وش كان لون الشنطة؟ طال عمرك الشنطة كان لونها أسود اللي فيها المبلغ. طيب يا أستاذ أحمد، ما تتذكر وين كنت حاط الشنطة؟ إلا طال عمرك وأنا طالع الشنطة كانت في يدي طال عمرك، وركبت السيارة وحطيت الشنطة في المرتبة الخلفية طال عمرك. طيب يا أستاذ أحمد، اركب سيارتك واتبعني للمركز. إن شاء الله، أبشر طال عمرك. تفضل اجلس يا أستاذ أحمد. أحب أقول لك يا أستاذ أحمد إنه موقفك في القضية صعب جدا. يعني أنت كنت معنا في موقع الجريمة، ما لقينا أي شاهد أو دليل يؤكد صحة الرواية اللي ذكرتها. اللي صار طال عمرك كله في لمحة بصر، يعني بسرعة فائقة جدا، لحظات. معقولة موضوع مثل هذا عند إشارة وبشارع عام ولا أحد يشوفك؟ ما أدري طال عمرك، ما أدري. طيب يا أستاذ أحمد، في أحد يدري في البنك إنك طالع ومعك 5 مليون؟ لا ما أظن. والعميل اللي بتسلمه المبلغ ما تتوقع أنه دبر لك هالمكيدة؟
لا لا، هو رجال محترم ومن ناس معروفين، انا اعرفه، ما يسويها ما يسويها. طيب ما فيه اي شخص تشك فيه؟ لا لا، ما في احد اشك فيه انه يسويها. في المختبر الجنائي تم تحليل المادة الحمراء التي عثر عليها على وجه وثياب المجني عليه، وصدر تقرير شرعي يؤكد أن هذه المادة تحتوي على مركب منوم له أثر تخديري على الأشخاص الذي يتعرضون له. وبناء على الغموض الذي اكتنف هذه الجريمة ونظرا لخطورة أسلوبها الإجرامي وضخامة حجم مبلغ المفقود، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في هذه القضية. وبدأ فريق التحقيق في التدقيق كل ملابسات القضية، بدءا ببلاغ المجني عليه وما أفاد به حيال تعرض الاعتداء، مرورا بمسرح الجريمة الذي وقعت فيه الأحداث، ومحاولة الوصول إلى أي دليل يمكن أن يوصل إلى حقيقة اكتشاف غموض هذه الجريمة. حتى الآن القضية لا زالت غامضة وتحتاج منا جهد كبير إلين ما نوصل إلى الحقيقة. طال عمرك قضية مثل هذه لازم يكون فيها أثر أو دليل في مسرح الجريمة. صحيح، لكن الغريب إني رحت إلى مسرح الجريمة ومعاي الشخص المعتدي عليه ولا حصلنا أي أثر أو دليل. طيب وشهود عيان؟ للأسف ما لقينا أحد. طيب والمبلغ موجود؟ حنا ربطنا المبلغ بالكفالة الحضورية القوية حتى انتهاء التحقيق، ممكن نستدعيه في أي لحظة. كأنه كابوس، ماني مصدق ذا الخيانة كيف صارت، وكله بسببك يا علي. والله العظيم يا استاذ احمد ان مالي دخل بالموضوع. يا اخي تنشق الارض تبلعني ولا اخون صديقي، لكن ما عليك، هالمجرم الافريقي ذا والله لا اجيبه. تجيبه؟ من وين تجيبه؟ رجال سرقنا وراح حج، وين بتلقاه فيه اصلا؟ يا اخوي نبلغ الشرطه. الشرطة؟ انا يا علي ما ابي من الشرطة الا شيء واحد، انهم يقيضون القضية ضد مجهول وارتاح. وهذا اللي بيصير، بيقيدونها ضد مجهول بترتاح ان شاء الله. ما اظن انا كل ما اطالع عيون المحقق احس انه يقول اني ماني صادق، وبعدين ودي اعترف له بالقضية كلها وارتاح. انت صاحي بتعترف تنكبنا، اقول اذكر الله بس اذكر الله. يا علي انت ما انت بحاس فيه، انا ميت قهر. كيف تحصل الخيانة ذي؟ شوية عصابة يضربوني ويحطون على وجهي مخدر وياخذون 5 مليون، وليه؟ مقابل 1,000,000 قلعة الملايين كلها يا علي. وبعدين أنا وش ناقصني أصلا؟ وش ناقصني يا علي؟ أنا موظف وراتبي محترم وسيارتي فارهة وساكن بيت، ليش الطمع؟ ما أقول غير حسبي الله عليك ويوم ما شيتك، هذا اللي أنا استفدته يا علي. اذكر الله يا اخوي احمد، باذن الله بنوصل لهم هالمجرمين ذولا باذن الله. طال عمرك ما تحس ان المبلغ كاذب؟ ممكن، ليش لا؟ وهذا احتمال قائم في القضية، وهذا الاحتمال محتاج إلى دليل يثبت أو ينفيه. والمادة الحمراء الموجودة على شماغه ممكن تكون تمويه، لكن الحقيقة إن المختبر الجنائي أثبت إنها مادة مخدرة فعلا. أنا اللي أعرف أن المادة الحمراء المستخدمة هذه يعني مستخدمة بشكل كثير عند العصابات الأفريقية. صحيح، لكن لا زالت ملابسات الحادث غير مقنعة إطلاقا. أنا أقترح أن نعيد استجواب المجني عليه وتمثيل الحادث في مسرح الجريمة علشان نقدر نتأكد من صحة البلاغ. وهذا الرأي طيب، على بركة الله. تدري والله ماني خايف الا من خويك ذا يرتبش قدام الضابط ويورطنا مع الشرطه. ايش تبي اسوي له؟ يعني يذبحه؟ يا اخي ما قلت لك اذبحه، حرص على الرجال شوي، شوف شكله انت مرتبش خايف ما ادري ايش فيه، حرص عليه شوي شد حاله. بس انا ما قهرني الا هالمجرم الافريقي، لكن باذن الله لا اصل له وانتقم منه. يا ابن حلال فكر من المشاكل، الحمد لله السالفه وعدت والشباب بخير ولا صار شيء، خلاص يا اخوي روق. لا بالله خسرت شيء كبير. وش خسرت بعد؟ خسرت كرامتي ومصداقيتي. حنا يا اخوك بزمن
الضعيف ما يعيش مثل الغابة، البقاء للأقوى. والله ما ذبحك الا ذا التفكير. الحين الشباب مضروبين ومسروقين وحالتهم حاله، وتقول لي البقاء الاقوى؟ ريح بس. يا أستاذ أحمد، أنت تدري إن كل مجرم له طريقته الإجرامية، فعلشان كذا أبغاك تمثل لنا الحادثة بالضبط. طال عمرك انا كنت في سيارتي في نفس الموقع الاشاره اللي انت شايفها الحين، وجاني المجرم الاولاني وفتح علي الباب من هنا طال عمرك، وهذا أنا فتحت الباب، ورش علي ماده المخدر الحمراء طال عمرك، وهذا أنا رشيت عليك. وجاء المجرم الثاني طال عمرك من هنا ولفت انتباه الشنطه، وسحبت الشنطه وضميت الشنطه على صدري طال عمرك، وجاء المجرم الثالث ورا وخنقني وما صحيت الا الشنطه مسروقه طال عمرك. يعني الشنطة كانت في المرتبة الأمامية؟ اي نعم طال عمرك. طيب، يعطيك العافية يا أستاذ أحمد. أنا صراحة أحب أشكرك لأنك بصراحة اختصرت علينا مسافات طويلة، ووصلتنا للمجرم الحقيقي. اركب سيارتك والحقنا المركز على طول. سم. يلا تفضل. ما تلاحظ يا أستاذ أحمد إنه في شيء غريب في الموضوع؟ وش الغريب طال عمرك؟ هذا اللي حصل، هذا اللي حصل. يعني سيارة في شارع عام وعند إشارة مرور يتعرض سائقها للاعتداء بمادة مخدرة، وبعدها يفقد الوعي، وبعدين يصحى ولا في أحد انتبه عليه. ممكن تقول لي هالمسرحية وين صارت بالضبط؟ طال عمرك انا ما اعرف مسرحيه، بس المكان اللي حصلت فيه الحادثه انا وريتكم اياه. طبعا، والشنطة لحظة الاعتداء كانت بجنبك، انت اخذتها وحضنتها عليك. اي نعم، اي نعم، حضنتها 5 مليون طال عمرك. يعني ما كانت الشنطة في المرتبة الخلفية مثل ما كذبت علينا أول جلسة. يا أستاذ أحمد، ملابسات الحادث وإفادات الشهود في مسرح الجريمة تثبت أنك متورط في اختلاس 5 مليون ريال، وجاي للشرطة تبغى تبلغ وتسر على جريمتك. نعم يا حضرة الضابط، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مظلوم يا حضرة الضابط، مظلوم. وأنا بقول لكم كله قصة يا حضرة الضابط، وكل اللي صار على 5 مليون. وش القصة يا أستاذ أحمد؟ اللي حصل عصابة يا جماعة، التقينا بهم والسبب الطمع، وأنا ارتكبت خيانة عظمى حقي وحق وظيفتي، وكله بسبب الطمع. وين حصل هالكلام يا أستاذ أحمد؟ أبغاك تحكي لي بالتفصيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا حضرة الضابط، أنا بقول لك القصة كاملة. يا أخوي علي، المبلغ المطلوب كثير وكثير جدا بعد. يا أخوي يا أحمد، أنا قايل لك هذه شركة صينية وعندهم فايض دولارات، يبون يبيعونها بسعر رخيص مغري جدا. إيه بس يا علي وأنا أخوك، وش يثبت لنا هالدولارات دي ما هي مزورة أو عليها قيود؟ عفا عليك يا أحمد، أنت مدير بنك الحين ولا تفرق بين عملة مزورة والأصلية؟ لا تخاف، العملات أصلية ويمديك تصرفها بكل سهولة. بس يا علي والله في مغامرة ومغامرة كبيرة جدا، وممكن نتورط. يا أخوي كيف مغامرة؟ كيف مغامرة؟ طبعا مغامرة ومخاطرة بعد. الحين تبيني آخذ مبلغ بهالحجم ومن خزانة البنك، وافرض اني ما رجعتها في الوقت المناسب، شيء طبيعي بيصير عملية اختلاس وبتورط انا. تطمن، من هالناحية هذه الأمور مضمونة، كلها يومين والمبلغ يرجع كامل خزينة البنك وبجيبك 1,000,000 ريال. إغراء، والله إغراء، 1,000,000 ريال. طيب علي، من بيتفاوض معنا من الشركة؟ وكيل الشركة السيد صمويل.
هو اسمه كذا صمويل؟ الله الله. والله إني تدري يا علي، خلاص حدد لنا مع موعد يا علي، حدد موعد وتوكل على الله. ابشر. جبت الفلوس؟ الله الله، هذه هي. وفي اليوم التالي قام علي باستئجار إحدى الاستراحات الخاصة لتكون هذه الاستراحة مسرحا لأحداث العملية. تفضل يا سيد صمويل. أشكرك. ويلكم. ثانك يو سير. وهذا سلمك الله مكان اجتماعنا. أوه، إذا هذا ممتاز. يبدو أن الوسيط الأفريقي في غاية الحذر. هل يوجد مخرج غير المخرج هذا؟ في المدخل هذا والمدخل حق بركة السباحة. أوه، ممتاز. إذا يا سيدي سوف يكون اجتماعنا في تمام الساعة 9:30 مساء. إن شاء الله بإذن الله. أوكي. حياك الله. يا هلا. أوكي. يا عيونه تدور في المكان لتدرس تفاصيل موقع تنفيذ العملية. يعاين طبيعة المنزل، نوافذ الغرف والصالون، حتى بدا وكأنه ينوي شراء المنزل لا شراء الريالات. أبشرك، السيد صمويل اتفقت أنا وياه بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 بالاستراحة اللي استأجرناها. ممتاز ممتاز، وحنا جاهزين بعد. تمام. طيب وين المبلغ اللي معك؟ وش مبلغ يا علي؟ مجنون أنت، مجنون. 5 مليون، 5 مليون تبيها معي هنا؟ ما يخصك، المبلغ يكون معي قبل أن نقابل الرجال. تمام. وعلى العموم ترى أنا اتفقت مع 3 شباب بدي جارد كذا على أساس نأمن الحماية للاجتماع، لا قدر الله صار أي شيء ولا شيء. إلا ضروري، ضروري الحماية يا علي والحرص. أبشر. جاك العين، هذا الرجال وصل. لا والله الفلوس وصلت. ولا صادق. ننتظر ونشوف. يلا حيه، اسفرت وانورت. يا هلا والله، حياك الله. وشلونك استاذ احمد؟ عساك بخير. تفضل تفضل. تعال. جاهزين؟ اي لا جاهزين ابشرك. طيب سم. صومالي كذا وين؟ لا صوماليين ما ادري شو اي هذا سلم كان له 5 دقائق واصل من داخل. وعشان اطمنك ترى الشباب هذول قلت لك جبتهم على اساس ان شاء الله الامور تكون طيبه. طيب ثواني بس اجيب الشنطه. يلا. يلا حياك. تفضل تفضل طال عمرك. الله يسلمك. تفضل. امان امان. تفضل تفضلوا يا شباب تفضلوا. حياكم. يلا حي تفضل. الله يبارك فيك يا اخ علي، ما شاء الله. تفضل. سفرت وانورت وسهلت وامطرت. حياك الله. تفضل. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا. اعرفك الاستاذ صمويل مندوب الشركه الصينيه بالرياض، الاستاذ احمد مدير البنك. تشرفنا بمعرفتك. تشرفنا. تفضل استريحوا. حياكم الله. هل المبلغ موجود لديك؟ نعم نعم طال عمرك المبلغ موجود لدي. تمام. اجل بخليكم تاخذون راحتكم. الشباب موجودين هنا يا استاذ احمد على اساس تطمن اكثر. لا تفهمنا غلط استاذ صمويل، يعني على اساس انه بس المكان يكون مرتاحين ومروقين فيه. اعتذر. نو بروبلم. عن اذنكم عن اذنكم. ايوه مرحبا. ايوه تفضلي. تاكد من صحتها. لا شك صحيحه 100%.
وش ذا؟ يا ولد مسلحين هذول. الله يستر. اجلس بس اجلس، تبي تموت؟ روح انزل، انا ماني ميت. لا 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 يا اخوان. انزل 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 انزل, انزل. وأيضا أنا متأكد من صحة كل اللي معي بعدما تأكدت من صحة نقودكم. فلوسي! لا! لا! امسك بسرعه يا إنني بالخارج انتظركم. اوف شف الشنطة طلعوا معهم الشنطة، ضاع تعبنا كله. شغلك 100% يا أبو هجاد. كيف ان شاء الله عجبك؟ ممتاز، سوف أتصل بك لاحقا. انتظر اتصالك. أوكي. انزل حولك، اهجد ما تعرف تسكت. الله احمد سلامات. وش اللي صار؟ احمد انت بخير؟ احمد لا حول ولا قوه. فك من احمد. فكوني يا علي، فكوني. احمد شو اللي صار يبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش اللي ضحكوا صار؟ علينا يا علي، ضحكوا علينا. فك الثاني. علي ها نكلوا علينا وقدرونا واخذوا الفلوس. الحقوني. علي بسرعه الحين ودوني سيارتي وانا اعرف اتصرف. انا اعرف اتصرف في اجراء ضروري اتخذه الان. قم ضروري اتخذ الاجراء. ان شاء الله ما يفلتون. قم شوي يدي. ودوني سيارتي، ركبوني بروح البيت. في اجراء لازم اتخذه الان ان شاء الله. لا حول غدروا فينا يا علي. وهذا كل اللي صار في آخر لحظة في الاستراحة المشؤومة اللي بسببها اختلست 5 مليون ريال سعودي. بعد اعتراف المتهم الأول باختلاسه المبلغ، تم القبض على شركائه في الجريمة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمشاركتهم في الجريمة، وتطابقت أقوالهم مع أقوال المتهم الأول في جميع أحداث القضية. يا جماعة الخير، في لبس بالموضوع، ما تستاهل كربشات يا جماعة. اذكروا الله. لا حول. يا جماعة الخير، لحظة يا جماعة، لحظة، أنتم غلطانين يا جماعة الخير. لابس بالموضوع، والله مظلوم. ما تعرفتوا على أي أحد من المجرمين؟ للأسف لا. حضرة الضابط كانوا كثار وعددهم، وفي الليل ما قدر نميز بين الأشكال، متشابهين. ما أدري. وأنت يا حماد؟ والله يا حضرة الضابط كنت متخدر، بس سمعت في واحد يقول بسرعة يا أبو هاجد زي كذا. أبو هجاد؟ إيه صح، هذا هو. يا نقيب حمد، تتذكر أبو هجاد؟ إيه اللي قبضنا عليه السنة الماضية، حادثة إطلاق النار. أبغاكم تطلعون لي من تحت الأرض، وأبغاكم تراقبون تحركاته في الأيام الأخيرة. أي شيء جديد في الموضوع تبلغوني. يعطيك العافية. بدأ فريق التحقيق في التحرك الفوري للإيقاع بالعصابة التي هاجمت المتهمين واستولت على المبلغ. قام رجال التحريات والبحث الجنائي بتضييق دائرة البحث لتتركز على عدد من المشبوهين وأرباب السوابق، كان من بينهم هذا الشخص المشبوه والذي تحوم حوله الشبهة، أبو هجاد. أثبتت التحريات أن هذا الشخص المشبوه يتردد على مجموعة من الأشخاص ويجتمعون في أحد المواقع.
الله تصب كل الوطن يا حبيبي قبل. تم مداهمة موقع تجمع الأشخاص المشبوهين والقبض عليهم لاستجوابهم بشأن القضية. اقرا لي المكتوب وبصوت عالي. بسرعة أبو هجاد. تكلم بصوت عالي. بسرعة أبو هجاد. بسرعة أبو هجاد. تأكد. والله وطحتوا وما حد سمع عليكم. يا عسكري. حدث تطور جديد في القضية. عثرت فرق البحث والتحري على سيارة مستأجرة باسم أحد المتهمين، وبتفتيش السيارة كانت المفاجأة بالعثور على مادة حمراء أثبتت التحاليل المخبرية أنها مطابقة لتلك المادة التي تم رشها على وجه وملابس المعتدى عليه في القضية. شوف يا أبو هجاد، صاحبك اللي تعرفنا على صوته اعترف بكل تفاصيل الجريمة، والوانيت اللي استخدمتوه بالجريمة حصلنا فيها المادة المخدرة اللي استعملتوها. إنكارك للجريمة يعني إنك بتاخذ عقوبة السجن، وصاحبك الأفريقي راح يستمتع بالمال والأمان بالحالة. لكن لو تعاونت معنا بالقبض عليه هذا راح يفيدك كثير، وراح يفيدك بتخفيف العقوبة. اسمه سامويل، وأنا مستعد أتعاون معك. طيب يا أبو هجاد، وأنا راح أشير لتعاونك هذا في أوراق القضية، وإن شاء الله راح تتم مراعاتك في الحكم. لكن الحين قول لي، الرجال يثق فيك؟ لا تخاف، يثق فيني ثقة عمياء. طيب أنا بعطيك الجوال الحين وبيك تتصل عليه، وابغاك هادي وطبيعي، وبيك تحدد موعد معه. أهلا بك أبو هجاد. مرحبا صامويل، كيف حالك؟ عندي موضوع بيجيب لك ذهب بس ما يصلح على التليفون، لازم أقابلك. أوه، أين نلتقي؟ أنا بطلع الاستراحة الحين، إذا ما عندك شيء نتقابل بعد نص ساعة في الاستراحة. ديس أوكي، بعد ساعة من الآن. طيب، مع السلامة. باي. هكذا مشاهدي الكرام أسدل الستار على هذه القضية بالقبض على رأس الشر واعترافه بجريمته. في عالم البنوك والمال تبدو المغامرة سهلة المنال لكنها صعبة المآل. من اؤتمن على الملايين فليس له أن يخون أمانته أو يحيد ذات الشمال واليمين. إنها عواقب المكر، مهما اشتدت المغامرة وأحيطت بالنصب والاحتيال فإن مصيرها إلى وبال. عواقب المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما الصدق فهو المنجاه، وإن قلت في أعيننا فرص النجاح. في الختام تقبلوا مني رق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية.
هذا الذيب يا زعيم. الذيب؟ الظاهر انك انت انجنيت او انهبلت. تبي نشتغل مع الهابيين؟ بديت هالسود. ترى هالفيديو هذا أبنشره بكل مكان. وش المصيبه اللي طاحت راسك يا ذيب؟